في حالات العدوى الشديدة الوقت مش بيكون في صالحك. 3 تحاليل بس ممكن يختصروا الوقت للطبيب ويحددوا خطة العلاج بدقة. مع ارتفاع الحرارة وتدهور الوعي، هبوط الضغط أو ضيق التنفس، لازم وقتها نعرف هل العدوى دي بكتيرية، هل في صدمة، هل الجسم بيستجيب للعلاج ولا لأ. وعلشان كده بنعمل 3 تحاليل مهمين جدا. أول تحليل فيهم هو تحليل CRP، بيقيم حجم الالتهاب في الجسم وبيتابع مدى التحسن خلال الأيام، ومهم جدا في متابعة مدى استجابة الحالة للمضاد الحيوي. تاني تحليل مهم جدا معانا هو البروكالسيتونين، بيساعد الطبيب إنه يرجح إذا كانت العدوى بكتيرية ولا لا، وبالتالي بيحدد العلاج الأنسب وبيقلل استخدام المضادات الحيوية بدون داعي. فلما بنلاقيه بينزل تدريجي في التحليل يبقى الحالة بدأت تتحسن، وده بقى استراتيجي عالمي للحد من الأوفر يوز للمضاد الحيوي. تالت تحليل مهم معانا هو اللاكتيت. اللاكتيت هو تحليل مهم جدا ومؤشر لمدى تروية الأنسجة، يعني هل الأنسجة بيوصل لها أكسجين ولا لأ، يعني الخلايا بتتنفس وبتشرب كويس. لو الدم وصل قليل وقتها الأنسجة بتبدأ تموت من العطش، ولو استمر الموضوع بيحصل فشل في الأنسجة. وقتها ارتفاع اللاكتيت بيبين إن الخلايا وصلت لمرحلة الصدمة وبتحتاج تدخل سريع. ففي حالة السبسس أو العدوى الشديدة الجسم بيدخل في حالة اضطراب، الأوعية الدموية تبدأ تتوسع، الضغط بيبدأ ينزل، القلب يبدأ يحاول إن هو يعوض، لكن برضو الدم مش واصل كويس لآخر الشبكة. وهنا تروية الأنسجة وقتها بتكون ضعيفة، نقص أكسجين، اللاكتيت يبدأ يتراكم ويزيد ويبدأ يحصل الصدمة اللي قلنا عليها. الثلاث تحاليل دول بيدوا للطبيب المعالج رؤية أوضح من 3 زوايا مختلفة، وده بيساعده في سرعة اتخاذ القرار، تقليل المضاعفات، وبالتالي تحسين نتائج العلاج. معانا في معامل الملكي إن شاء الله هنوفر لحضرتك ال3 تحاليل دول، CRP والبروكالسيتونين واللاكتيت، بأعلى دقة وبنتيجة سريعة ومتابعة لحظية للحالات الحرجة، لأن في العدوى الشديدة الدقة بتفرق والوقت بينقذ.